أمانته تسطر بماء الذهب وتكتب للتاريخ. قصة رجل على قد حاله، شخص مسكين اسمه سالم باسباع حضرمي، وصل للكويت سنة 1953 وكان شغال في محل ذهب، وكان شخص معروف انه هو شخص أمين وصادق، وكان محبوب من المجتمع اللي كان حوله بأمانته وصدقه. يوم الخميس 2/8/1990 حصل الغزو العراقي على الكويت. سالم كانت تحت إمرته 70 كيلو ذهب، تخيل 70 كيلو، هذه ثروة. طبعا والوضع مش مستتب، وما حد بيسألها وين وديت 70 كيلو، شو تصرفت فيها، وين الذهب، وين الفلوس. سالم عمل بأصله، عمل بأمانته، واحتفظ فيهم ودفنهم في مكان ما حد يعرفه. طبعا القوات الغازية كانت المحل هذا محل كبير، وأكيد عنده بضاعة من هني ولا من هناك مخبينها في مكان، ويمسكوا سالم. طلع الذهب، يقول ما عندي ذهب، طلع الذهب ما عندي، ويكفخونه ويضربونه والسجن واعتقال. قالوا آخر شيء ما عنده شيء هذا، سيبوه والله، ويهدونه ويرجع سالم. فضل من الله عز وجل تم تحرير الكويت. طبعا سالم لما تحررت الكويت طلع الذهب ورجع لأصحابه. سبحان الله. في سورة الأحزاب الله يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة ثقيلة ترى، الله يقدرنا على أن نكون ناس أمينين يا رب. يعطيكم العافية.